صباح الخير والسعادة لأحلى متابعين في الدنيا، متابعيني أنا في المطبخ مع سنة. الحقيقة أني ترددت كتير أعمل الفيديو ده بعد الهجوم اللي شلنا على زمايلي صناع المحتوى لما عملوا فيديوهات شبيهة بالفيديو بتاع النهاردة. لما الناس بتطلع تعمل فيديوهات تتكلم فيها عن زينة رمضان، بقرا في الكومنت بدل الزينة والكلام ده كنتوا جبتوا خزين رمضان. ولما بيعرضوا خزين رمضان بيقولوا لهم كل دي كميات، وطبعا الكلام ده بيفكرنا بحمار جحا. لكن وبعد تفكير طويل قررت اعمل الفيديو ده لاني صناعة محتوى، يعني لو ما عملتش الفيديوهات دي امال هعمل ايه؟ ودلوقتي بقى يلا بينا عشان اوريكم جزء بسيط من المشتريات اللي جبتها للشهر الفضيل. والجزء ده خاص باليميش والبهارات اللي اشتريتها علشان اعمل منها ال7 بهارات. ومبدئيا كده عايزه اقول لكم اني ما بهتمش بالكميات على قد ما بهتم بالجوده. يعني تقدروا تجيبوا كميات بسيطة زي ما أنا عملت من الزبيب وجوز الهند وبعض المكسرات، مش لازم تكون كميات كبيرة ولا حاجة، وطبعا بتبقى على حسب ما احنا بنفضلها. لكن مهم جدا ان اقول لكم لازم تجيبوا الحاجات اللي هتشتروها من مكان كويس، يعني مكان تكونوا جربتوه قبل كده. وطبعا مفيش مانع لو لقينا عروض زي ما انا لقيت عروض القمر الدين ده وكنت جربته السنة اللي فاتت وسعره كان حلو قوي فجبته من غير تفكير. اما بالنسبة للبهارات فلازم تجيبوها من مكان كويس علشان تكون جودتها هي كمان بالفعل جودة كويسة. وزي ما قلت وبأكد بنجيب كميات قليلة، يعني بنجيب الكميات اللي احنا محتاجينها وبس. ودلوقتي وبعد ما استعرضت معاكم الجزء البسيط ده، لو حابين اعمل لكم فيديوهات يعني عن باقي خزين رمضان، حابين اقول لكم على بدايل ممكن اكون جربتها وكانت افضل بالنسبة لي وسعرها اقل، يا ريت تكتبوا لي في الكومنت. بتمنى من قلبي ان الفيديو عجبكم. يا ريت اذا الفيديو عجبكم ما تبخلوش عليا بلايكات كتير، شير للفيديو، اشتراككم في قناتنا على اليوتيوب قناة في المطبخ مع سنة. اشوفكم على خير في فيديو جديد.